يسعد لي أوقاتكم، كيف الحال؟ بعد القهوة رح نخبركم شو رح نعمل لكم اليوم. وجهزنا حالنا مثل ما بتعرفوا مع كل طباخ في صينية، وصينيتنا لليوم فيها بخاري. البخاري مكون أساسي فيه هو الجزر، بنغسله بنقشره بنقطعه شرحات بهالشكل لنستخدمه للزينة وللأكلة. والبصل بنقشره وبنقطعه شرحات. وهي حبات البندورة بنغسلهم كتير منيح وبنقطعهم لحتى نعمل عصير البندورة. هيك صار عصير البندورة جاهز. هلأ رح نجهز رز الحبة الطويلة مصطفى. رح نغسله أكتر من مرة علشان يطلع النشا منه، يعني بمي دافية 3 ل4 مرات، كتير ممتاز. حنجهز هسا خلطة الدقوس اللي بتتكون من البندورة والبصل والفلفل حسب الرغبة، إذا بتحبوه حار أو لا، بقدونس أو كزبرة حسب الرغبة، وليمون ودبس الفليفلة. بنحط رشة ملح ويلا نخلطهم. هيك صارت خلطة الدقوس زاكية وريحتها كتير طيبة. يلا نجهز الدجاج، غسلناه كتير منيح ورح نقلبه بزيت نباتي، وشوفوا لي هاللون ما أحلاه، لون ذهبي ومتقرمش. نظفنا المكان وجهزنا شو بيلزمنا من أغراض. والزيت نفسه اللي قلينا فيه دجاج رح نقلي فيه البصلات. ضفنا دبس الفليفلة وضفنا رب البندورة وقلبيهم مع بعض. بعدين رح نضيف كمون حب وكمون مطحون، طبعا هاد شي أساسي بالبخاري، بتقدر تضيفي برضه سنتوم ورق غار. وهي حطينا جزء من الجزر مع هالخلطة وقلبناهم كتير منيح لحتى يتجانسوا. رح نحط زبيب ونحط رشة ملح، وشوفولي على هاللون ما أحلى. الريحة طبعا كتير حلوة. حطينا سمن بلدي، قرن فلفل، وضفنا عصير البندورة يلي عصرنا. نتركهم شوي يتقلبوا مع بعض. نظفنا من جديد ورجعنا للمقلاية، حطينا فيها زيت نباتي وسمن بلدي، ورح نقلب فيها الجزر والزبيب وبنضيف عليهم السكر لحتى يتكرملوا مزبوط. بنوطي شوي، بنتركهم تقريبا دقيقتين ونرجع لخلطتنا الرئيسية. شوفوا لي على هالجمال، ريحة ولون، شوفوا كيف هيك تسبكات. بنضيف عليها حبات الدجاج، بنتركهم شوي يتسبكوا، بنرجع لها لحتى نضيف مي سخنة ويكمل الدجاج استواءه. وهيك صارت 100%. بنرفع حبات الدجاج بعد ما اختلطوا وتنهنهوا بالمرقة وصارت ريحتهم طيبة. ضفنا الرز بعد ما صفيناه كتير منيح، حطينا ملح، خليناه يتقلب شوي مو كتير. بعد ما المي غمرت الرز مزبوط وتنشفت المي على الآخر، بنضيف حبات الدجاج يلي جهزناها وخلطة الزينة كمان. وطبعا احنا كتير بنحب نفحم الرز، كتير بيعطي طعم طيب مع الأكلة. بنحط الفحمة وبعدين بنغطي الطنجرة بالقصدير وبنتركها لحتى تستوي. بنحمص اللوز، شوفولي على هاللون ما أحلاه. نرجع نشيك للطبخة، شوفوا هالجمال، المنظر لحاله بيحكي. حتى حبات الدجاج شيناهي. خلطة الدقوس جاهزة. جهزنا سفرتنا ورفعنا عن الرز الزينة ورفعنا الدجاج لنحطه على الوجه مع اللوز. شوفولي حبات الرز شو حلوة. جميل 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 لدرجة تعجز عن وصف. لا تنسوا، مع كل طباخ في صينية، وصينيتنا اليوم فيها بخاري. صحتين وألف عافية.